يا مساء الفل، مساء الجمال، كل سنه وانتم طيبين. النهارده كده بوادر قلنا نروح نشوف الخياميه. احنا طبعا ما كملناش يعني ودخلنا الخياميه، هتشوفوا دلوقتي. بس يعني عامه لو اول مره تشوفي القناه، ما تنسيش تعملي اشتراك وتفعلي زر الجرس وتعملي كومنت حلو كده، وما تنسيش تحطي لايك بقى عشان الفيديو يترفع. انا اول حاجه كده بعملها ان انا بنزل محطه السيده زينب، وممكن تنزلي اي محطه تانية، مثلا محطه العتبة، وتاخدي عربية من هناك هتوديكي من ناحية الغورية. لكن أنا كنت عايزة أدخل من ناحية مديرية الأمن عند باب الخلق كده، فقلت أدخل أركب أتوبيس من السيدة زينب يعني. فنزلنا اتمشينا، كنا عايزين نزور بقى المقام بس ما حصلش نصيب يعني، قلنا نزور كده بس المقام كان مقفول. فركبنا أتوبيس من قدام الجامع بتاع السيدة زينب. خلاص. آه نزلنا عند باب الخلق جنب مديرية الأمن. احنا هنا كنا لسه طالعين من المحطة، والتكاتك زحمة جدا يعني، بتوع التكاتك اللي هو ما بيسيبوكيش في حالك من اول ما تطلعي من محطة المترو. توك توك توك، طب ما احنا فينا رجلين هنمشي يعني. وبعدين بتبقى اسعارهم غالية قوي. كنت مرة هناك وركبت توك توك لحد مركز الطهرة كده بتاع الاشاعات ولقيته بيقول رقم غريب يعني. المهم ده كان جامع السيدة زينب اللي احنا ركبنا من عنده. دخلنا بقى، نزلنا عند مديرية الامن، الشارع اللي هو قبلها على طول جنب سور مديرية الامن كده، اللي فيه حراس بتاع العطارة. دخلنا بقى الشارع كده لجوه. طول ما احنا ماشيين بقى في محلات حاطه زينه، محلات حاطه شغل، شوايه وحاجات زي كده، اللي هي الحاجات اللي بنستخدمها في الشوي. زينه رمضان طبعا كتيره كده. كنا وصلنا عند بوابه المتولي، تمام. فابني كان بيصور شويه هو خد مني الموبايل، هو اللي كان بيصور يعني، مكنتش هصور. بس قلت اوثق اللحظه ان انا خرجتهم. الاجازه خلصت وما خرجناش. وما دخلناش حي الخياميه يعني، ما كانش عاجبهم هم النظام ده. في هناك كمان في الخيام، قبل الخياميه على طول، في مكان بيعملوا فيه الاطباق الخشب والبولات والصواني والحاجات، الشغل الخشب كله. عايزه ابقى انزل اصوره لكم في مره يعني، شكل الحاجات هناك حلو قوي. بس ما دخلتش المكان اللي جوه. خلاص. بعد كده دخلنا من اول بوابه المتولي كده، نلاقي واحد قاعد بيبيع مباخر وحاجات زي كده، اللي هي عليها رسم اسلامي والكلام ده. بعد كده بقى فيه شغل القماش السيناوي بقى، وقماش الخياميه. ده كحيل بتاع او كحيل مش فاكره اسمه يعني، اللي هو بتاع الحاجات السيناوي ده. بعد كده جنبيه على طول في واحد بتاع جمال، اسمه ايه يا محمد؟ ياسين او ابو ياسين. هو ده ياسين او ابو ياسين. كان عنده جمال جميل قوي عجبت ابني. بس ما اشتريتش، قلت له قبل رمضان هنزل اشتري، لان الحاجات هتروح زهوتها يعني قبل ما نجيبها وكده. فقلت له هنزل اشتري لك قبل رمضان عشان يفرح بالحاجه على رمضان يعني. فهو اللي كان بيصور شكلها. بصراحه هي جميله، الشغل عنده جميل، جنب الراجل بتاع السجاد السيناوي ده. بعد كده بقى نكمل بقى، احنا هناخد بقى مشي كده في الشارع. وهنا الفوانيس، دي الفوانيس بقى الاركيت وفوانيس البلاستيك والكلام ده، والستاره النور، كل شغل رمضان بصراحه موجود عنده. شكله حلو يعني. مرة تانية هنزل بقى اصور لكم في الخيامية. بعد كده مشينا كده لحد اول الغورية. كنا هندخل شارع المعز، قلنا نشتري بقى لنا بتاع حرنكش، كان نفسنا فيه جدا. انا كان نفسي فيه جدا جدا، بس جبته من واحد، لقيته عند واحد تاني يعني. انا جبته ب25 ولقيته بكام؟ ب20. جبنا كوز عسل وختمت في المستشفى زي ما انتم شايفين.